مساء الهنا والسعادة على الناس اللي سكرها زيادة. النهاردة هنعمل مع بعض تتبيلة مميزة جدا للفراخ المشوية. عايزة أقولك خطيرة جدا وهتشرفك بقى في أي عزومة عندك، أو قدام كده ولادك وجوزك. بجد التتبيلة دي عالمية. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونشوف بقى الفراخ الخطيرة دي هنتبلها بتتبيلة مميزة، والطعم عايزة أقولك كل اللي هيدوقها من إيدك بجد هيطلب منك الطريقة. أول حاجة هنسمي الله كده ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونجيب معلقتين من الصلصة، تمام، ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة، ومعلقتين من الزبادي. دي علبة صغيرة اهي. انا هعمل تتبيلة لفرختين صغيرين، يعني بوقم فرخة كبيرة، تمام. وبعد كده هنزل بقى بتوم باودر وبصل باودر، تمام، كل البهارات بتاعتي. طبعا التوم ده انا كنت عاملاه معاكم لما عملنا مع بعض تفريزات التوم، فعشان كده هتلاقي لونه شوية متغير. عندي هنا بقى ملح، وكمان سنة من الجنزبيل وكاري والسبع بهارات والكركم وبابريكا وزعتر. نص معلقة كده هفركها على ايديا. وضيفي كمان معلقة كبيرة من الصويا صوص اهي، كانت اخر معلقة عندي في الازازة. فانا وكمان هقول لكم على حاجه، انا ضفت في السبع بهارات اللي انا عاملاها، لان دي انا عاملاها على ايديا ففيها فلفل اسود. لو هتسالوا ان انا ما ضفتش فلفل اسود ليه، عادي ممكن تضيفي نص معلقه من الفلفل الاسود، مفيش مشكله. بس انا ضايفه في السبع بهارات بتاعتي فلفل اسود وحبهان، وفيها كل البهارات اللي انتي تخطر على بالك. تقريبا مش سبع بهارات، تقريبا هي 10 بهارات مع بعض. لو حابين اعمل لكم الطريقة بعملها بتبقى تحفة، ما بقدرش استغنى عنها في اي تتبيلات. ضفت كمان 3 معالق من الزيت كده، وكمان معايا بشر ليمونة، وهاخد العصير بتاعتها. عايزة اقولك جربي التتبيلة دي صدقيني، مش هتعملي فراخ غير بالطريقة دي وبالتتبيلة دي. هاخد كمان العصير بتاعها كده بعد ما خدت البشر. مش عايزه الالياف اللي هو اللون الابيض اللي جوه، انا عايزه بس بشر الليمون اللي هو ريحه الليمون اللي بره، مش ممرر خالص. بس لو خدت الالياف اللي هي لونها ابيض تحت القشره الصفرا دي، فطبعا هتمرر معاكي. فخلي بالك وانت بتبشريها، عايزه الطبقه الرقيقه اللي هي بتاعه الليمون او نكهه الليمون. ادي تقليبه بقى حلوه في الوقت ده بجد، شم الريحه وافتكريني بدعوه حلوه وليكي بالمثل. قلبي كويس جدا كل المكونات اللي احنا ضفناها دي مع بعض، تقليبه حلوه كده، وشم الريحه. الريحه بجد عالميه تحفه. هجيب بقى الفراخ. الفراخ عندي كنت غسلتها كويس جدا بملح وليمون وسنة من الجنزبيل، وبننقعها شوية وسكر، وبننقعها شوية وبعد كده بنغسلها غسلة تمام، وبنشطفها ونحطها في مصفى تتصفى وتبقى معاكي بالشكل ده. هاتيها بقى وابتدي حطيها في التتبيلة، وابتدي ادعكيها كويس جدا. ادعكي كويس جدا كده ما بين الجلد واللحم وما بين الوراك كده، وادعكي كويس جدا أهو بالشكل ده في قلب اللحمة كده. تبقى خطيرة جدًا. سيبيها بقى لمدة ساعتين، أقل حاجة ساعتين في التتبيلة دي عشان تاكلي فراخ بجد وتستطعمي ليها. أنا سِبتها كده قولي 5، 6 ساعات، وطلّعتها كده من التلاجة، وجِبت بقى عندي الصينية، والشبكة دي بتاعة الفرن بتاع الفرن الكهربا، يعني مش شبكة مخصصة للشوي ولا حاجة. فالجيش بيقول لِك اتصرّف، فجِبت صينية وحطيت عليها الشبكة بالشكل ده. ضيفي بقى حبّة مَيّة حلوين في الصينية، وكمان ضِفت معلقتين من الخل عشان الصينية بتاعتي مع الغليان ما تزرقش منّي أو تسوَدّ منّي، وتبقى سهلة إن هي تتنضّف ولونها ما يغيّرش جامد، تمام. ادهني بقى دهنة زيت للشبكة عشان الفراخ ما تلزقش فيها، وابتدي رُصّي الفراخ بالشكل ده. أهو طبعًا لو عندِك طبعًا الشبكة بتاعة الشوي اللي هي عيونها ضيّقة فهتريّحِك، بس يعني أنا إيه، بنتصرّف بنعمل بالإمكانيات اللي موجودة في بيوتنا. هارُص الفراخ بتاعتي كده من التتبيلة، وفي الوقت ده كنت مولّعة الفرن، خلّيته كده يسخن قولي ربع ساعة على درجة حرارة عالية. وهندخّل الفراخ بتاعتنا، هتاخد قد إيه، هتاخد معايا ساعة. الفراخ بتاعتي صغيّرة، لو الفراخ بتاعتِك كبيرة تاخد معاكِ ساعة ونُص وتبقى زي الفل. فايدة المَيّة إيه، اللي إحنا حطّيناها في الصينية هتغلي
في الفرن وهتطلّع بخار على الفراخ بتاعتنا، هتخلّيها juicy كده وطرية وتبقى زي الفل. هنشوفها مع بعض. الفراخ بتاعتي بعد ما استوت بتطلّع عصارة كده، بتنزّل عصارة وأنا باضغط عليها، معناها إن هي كده استوت. في نُص الوقت يعني ده كده كان عدّى قولي ساعة إلا ربع، آآ أو نُص ساعة تقريبًا، وابتديت إن أنا خرّجت الصينية كده، ما رضيتش أعمل الخطوة دي برضه من غيركم، طلّعت الصينية وابتديت إن أنا أقلّب الفراخ بتاعتي بالشكل ده. هادخّلها الفرن تاخد اللون ده وتكمّل سِوَى. زي ما قُلت لكم هي خدت من ساعة لساعة وربع تقريبًا. بُصّوا بقى الحركة دي، بُصّوا، تضغطي عليها كده بتنزّل العصارة اللي في قلبها، معنى كده إن الفراخ بتاعتي طرية وزي الفل. عايزة كل الكومنتات تكتب تسلم إيدِك يا دودو وتجرّبوها وتدعوا لي دعوة حلوة بضهر الغيب كده ولكم بالمثل وزيادة. بُصّوا قد إيه هي طرية ومن جوّه متّبلة، وعايزة أقول لكم خطيرة جدًا. جرّبوها والسلام عليكم.